اتقوا الله تعالى وإياكم والاغترار بالأماني والآمال، فإنكم على وشك النقلة والارتحال. أين من جمع الأموال ونماها وافتخر على أقرانه وتمتع بلذاته؟ أما ترون القبر قد حواه والتراب قد أكله وأبلاه، ولم يبق له إلا ما قدمت يداه. أين السابقون من الأمم؟ هل خلدوا في هذه الدنيا؟ هل أخذوا معهم شيئا إلى قبورهم؟ هذه آثارهم تدل عليهم ومنازلهم تخبر عنهم. خلفوا الأهل والأموال ورافقهم إلى قبورهم ما كسبوا من الأعمال. أما لنا في ذلك معتبر؟ إننا سنقدم على هول عظيم وخطب جسيم ولا ندري ما خبئ لنا، فهل أعددنا لذلك الأمر عدته؟ فاعتبر يا عبد الله ممن حولك ممن رحلوا عن هذه الدنيا. يوشك الموت الذي تعداك إليهم أن يتعدى غيرك إليك، فتصبح عن هذه الدنيا راحلا ولما عملت يداك ملاق. يوشك أن يحل بك الموت فيتتابع أنينك ويتحير لسانك ويبكي حولك الأهل والأولاد والإخوان، وأنت في واد آخر قد شخص بصرك وغرقت عيونك بالدموع، تتمنى الرجوع ولا سبيل إليه. وما هي إلا لحظات فإذا بالموت وقد حل بك، وانتزعت روحك وأخذت إلى المغسل وحملت على النعش إلى قبرك، فاستراح حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا بأعمالك. فيا لها من رحلة عصيبة وسفر بعيد. فاعتبروا عباد الله بأحوال من سبقكم من حولكم، وليتأمل المرء حال من مضى من إخوانه وأقرانه الذين بلغوا الآمال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل بعدهم نساؤهم، وشمل اليتم أولادهم. وليتذكر العبد حرصهم على نيل المطالب وركونهم إلى الصحة والشباب، وغفلة بعضهم عما بين يديه من الأمر الفظيع والهلاك السريع، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم. ومن أكثر في هذا التذكر والاعتبار أقبل على أعمال الآخرة وطاعة ربه، ولانت جوارحه وخشع قلبه. فاستعدوا عباد الله لذلك اليوم بالطاعة والمسارعة إلى الخيرات والاعتبار بأحوال من مضى وبذكر الموت، فإنه يزهد فيما لا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وعلى العبد أن يخرج من مظالم الناس، فإياك أن يبغتك الأجل وقد أخذت حقوق الناس، فالموت لا يمهل والأجل لا يستبطئ. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعليكم باتباع هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في تحري الأسباب المجنبة لعذاب القبر وفتنته، ودوام الاستعاذة من عذابه وفتنته، فإن ذلك أمر حري بالعبد أن يستعد له وأن يعد له عدته. فاعتبر يا عبد الله ممن حولك ممن رحلوا عن هذه الدنيا. يوشك الموت الذي تعداك إليهم أن يتعدى غيرك إليك، فتصبح عن هذه الدنيا راحلا ولما عملت يداك ملاق.